السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض النوتيلا، هو بديل النوتيلا، بس النهاردة احنا مش هنعملها بالبندق، هنعملها بالسوداني. معانا كوباية كاكاو خام، معانا كوباية الا حبة صغيرين زيت، معانا كوباية لبن، كوباية سكر بودرة، معانا نص كوباية لبن بودرة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة السوداني طبعا نحطه في المطحنة هنا مكان السكر، هنطحنه. بصي يا حبايبي، هي لسه ما وصلناش برضو للقوام المظبوط، احنا عايزينها تبقى كريمي قوي، تبقى عامله نفس قوام الطحينه كده. هطحنها تاني وارجع لكم تاني. كده بقى خلصنا السوداني بتاعنا، هننزل عليه في الخلاط. هننزل بقى بكوبايه اللبن البودره. الكاكاو بتاعنا احنا ناخلينه يا جماعه، لازم تدخلوه عشان خاطر بيبقى فيه حبيبات كده. كوبايه السكر البودره برضو. نحط بقى عليهم كده ظرفين فانيليا. هننزل بقى بالزيت. بصي يا جماعه، انا هنزل تاني بلبن تاني عشان ما شاء الله يعني بتزيد معانا، فاحنا بنخليها ايه كوبايه تانية احتياطي. هنزل بيها واحده واحده برضو، اما تحتاج احط لها. كده خلاص يا جماعه، احنا ضربناها في الخلاط اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. فضها بقى في ايه، عندنا علبه كده فاضيه بتاعت ايس كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين بقى عملت كميه قد ايه؟ انا يا جماعه هي خدت مني لبن بالظبط بالظبط نص كيلو، وبتاع معلقتين تاني زيت. بصوا بقى يا جماعه، بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تحفه طعمها، اقسم بالله تحفه. وهيبقى احسن واحسن طبعا طبعا بالبندق هتبقى احلى واحلى، او بعين الجمل. فطبعا الحاجات دي مضره بالصحه دلوقتي عشان انتوا عارفين اسعارها، فاحنا خلينا ايه في الحاجات الاقتصادي اللي على قدينا. بس صدقني والله طعمها تحفه. ممكن تحشي بيها تورته، ممكن تغلفي بيها اي حاجه، سندوتشات مدارس زي الفل. بتمنى بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك الجميل، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتابعوني على التيك توك.